سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم الجديد كيف العاده، واحد العصير تيحمر الوجه وتيبرد العطش. هذا العصير اكيد غادي يعجب الكبير والصغير وعنده فوائد كثيره على الجسم. جربوه وغادي تشكروني عليه. الغزاله ديالي، الى عجبكم الفيديو شجعوني بتعليقاتكم الزوينه وما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر مع تفعيل الجرس. لما نطول عليكم نبداو بالمقادير. عندنا ليمونه، عندنا نص حامضه بعد ما عصرناها، عندنا واحد المانغو، عندنا واحد الماء بارد. دابا غناخدو واحد الليمونه ونقشروها مزيان كيف العاده، نحيدو لها البابه البيضاء ونحيدو لها العظم باش ما تجيبش لينا العصير مر. على فكره الغزالات ديالي، بعد ما تنقيوها هكا ردوا البال لا دوز لكم شي عظمه. ثم ناخدو واحد المانغو ونقطعوه على جوج. انتبهوا راه كاينه واحد العظمه كبيره تما، حاولوا تحيدوها وقطعوها طريفات هكا كاروات على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معنا حبيبتي في الصوره. عرفتوا الغزالات ديالي، هذا العصير تيجي لذيذ وخطر بحال ديال المطاعم. جربوه على حسابي وغادي تشكروني عليه. ممكن يكون هذا احسن عصير غادي تشربوا، ما يمكنش ما يعجبكمش، ضروري غادي تجربوه، ما يخطاكمش في هذا الصيف، ديما غادي يكون في الثلاجه ديالكم. تنتمنى احبابي تجربوه وتقولوا عليا في التعليق. دابا غنشدوا المكونات ونوضعوهم في الخلاط الكهربائي ونزيدوا عليهم ديك نص حامضه اللي عصرنا ونزيدوا عليهم الماء البارد ونطحنوا العصير ديالنا. على فكرة حبيباتي، اللي تعجبوا العصير فيه الطروفة ديال المانغ ما يطحنوش بزاف، يخليه شوية خاطر. دابا العصير وجد، غادي نصبوه دابا في الكيسان ديالنا. شوفوا القوام ديالو حبيباتي كي جا خاطر تيشهي. جربوه ما غاديش تندموا، غادي تشكروني عليه. عرفتوا في هذا الصيف ومع هاد الحراره وإلا زدتوا عليه شي مكعبات ثلجيه تيجي يا سلام منعش. كنتمنى تكونوا تبعتوا معايا المراحل من الاول باش ما تفوتكم حتى شي لقطه. الغزالات ديالي اللي جربت هذا العصير تقولها لينا في التعاليق، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. حبيباتي، اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني وشاركوا في قناه وصفات يونس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا على تتبعكم ومشاهدتكم.